أن الكلمات تتلعثم وأن الجمل والعبارات تتوقف، ولم أشعر بثقل بانتقاء الكلمات واختيار الجمل كما أشعر به الآن. فلقد ماتت معلمتي، ماتت نبض قلبي، بلسم روحي ونور عيني وبوصلة الخير في حياتي كلها. أشعر أن نفسي تترشح الليلة بوشاح من الحزن والأسى، لكن بفضل الله جل وعلا من الله عليه وتفضل علينا بالصبر والرضا. الرضا أنس المؤمنين، الرضا بما قدر الله وقضاه، والرضا بما قسمه الله وأعطاه، والرضا بالله عن كل ما سواه. ماتت أول من علمتني حب الله ورسوله، ماتت أول من علمتني حب القرآن الكريم. لا أقول حملتني في بطنها فحسب، بل حملتني على كتفها وأنا في الثالثة والرابعة من عمري لتذهب بي إلى الكتاب هنا عند شيخنا الشيخ مصباح رحمه الله، حتى لا أتعثر في الطين والوحل في فصل الشتاء. ويوم أن عدت إليها من عمري وقد حفظت القرآن الكريم كله، بكت من الفرح وقالت: يا محمد، هذا أسعد يوم في حياتي يا ولد. من علمني كيف أتعامل مع من هو أكبر مني. كانت تعنفني أشد التعنيف إذا رأتني لا أتعامل مع أقاربنا وأهلنا في قريتنا هذه بأدب جم وتواضع كبير. علمتني حب وحب الحلال وبغض الحرام. هذا الشيء يا إخواني ويا أولادي لن يعوض. هذا الجيل الذي ربانا وغرس فينا معنى الحب ومعنى العطاء، إلى آخر لحظة من عمرها عطاء حتى وهي لا تستطيع الكلام. كنت عندها بالأمس في المستشفى بعدما ابتلاها الله بمرض لسنوات طويلة فصبرت وعلمتنا حلاوة الصبر بل وحلاوة الرضا. وكنت على موعد مع أخي محمود أن نأتيها اليوم، وإذ بي بعد صلاة الظهر أمس أقول لأخي محمود: أنا ذاهب الآن إلى أمي. قال: نحن نروح بكرة. قلت له: لا، أنا أريد أن أذهب إليها الآن. وبالفعل حين دخلت عليها وهي في سرير المرض رفعت يدها التي تحركها فالأخرى لا تتحرك، رفعت يدها هكذا ونظرت إلي بعينيها وأشارت إلي لأرتمي في أحضانها كما كنت طفلا صغيرا. ثم ابتسمت ونظرت إلي نظرات طويلة جدا، فقذف في قلبي أنها نظرة الوداع. أستحي أن أذكرها بالله، هي التي
ليقبل قدميها، وأنا أقسم بالله في بيته ما رأيت أمي قط إلا وقبلت قدميها. حتى الأمس أقول هذا لأولادنا: قبلوا أقدام أمهاتكم ولا تضيعوا هذه الفرصة السانحة بين أيديكم. استمتعوا وأنتم تقبلون الأقدام، سترفعون بهذه الطاعة في الدنيا والآخرة. اليوم أتألم لأن بابا من أوسع أبواب الجنة قد أغلق عليه، لولا أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن البر ممدود متصل بعد الموت. كان أحد السلف إذا ماتت أمه بكى، وإذا سئل لماذا البكاء قال: ولم لا أبكي وقد أغلق اليوم علي باب من أبواب الجنة. كنت لا أجد عملا أرجو أن ألقى الله به كبري بأمي، وأرجو الله ألا يحرمني وإخواني برها بعد موتها. أختم بحديث: وورب الكعبة ما كنت أظن أني أستطيع أن أتكلم كلمة. أختم بحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم بسند صححه الحافظ ابن حجر من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من؟ يعني من هذا الذي يقرأ؟ فقيل لي: حارثة بن النعمان. فقال عليه الصلاة والسلام: كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. لا تضيعوا بر أمهاتكم ولا بر آبائكم. أعلم أننا نعيش زمان الفتن، زمان المحمول، زمان الماديات، نعيش زمانا قلت فيه تلك القيم وهذه المعاني وهذه الأخلاق وهذه الروح. عودوا إلى بيوتكم، فمن كان عنده والد أو والدة فليسابق الزمن قبل أن يفارقه بطاعته جل وعلا فيهما وفي الإحسان إليهما وفي برهما. عزائي أنها كانت عظيمة بكل ما تحمله الكلمة رب الكعبة من معنى، وكانت معطاءة وكانت وفية، وأرجو الله أن يجعل عملي وعمل إخواني المتقبل عنده في ميزان حسناتها. وأشكر بكل كياني وبكل مفردات العرفان والاعتراف بالجميل لكل مشايخنا وإخواننا وأحبابنا وأولادنا الذين قطعوا المسافات الطويلة وأتوا إلينا ليشاركونا مصابنا. أسأل الله أن يتولى بذاته مكافأتهم وأن يحسن عزاءهم وأجرهم، وأسأل الله جل وعلا أن يلحق أمي الليل